كتب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الوطنية عقب ضمان مكانه في مونديال بعد الانتصار على نظيره الجزائري ب3-0 في المواجهة التي جرت على أرضية الملعب الشهيد حملاوي لحساب دور ربع نهائي من كأس أفريقيا، حيث سيواجه في نصف النهائي المتأهل من مباراة مالي والكونغو. وبالعودة للمباراة باشر المنتخب المغربي ضغطا على المرمى الجزائري، وكاد أن يأتي بالجديد منذ الدقيقة الأولى بعد إبعاد خاطئ من مدافع الخصم، فيما اكتفى هذا الأخير بفرص محتشمة لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس المغربي فهد الغوزيل. واستمرت سيطرة المنتخب المغربي على مجريات المباراة خالقا العديد من الفرص، وكاد أن يسجل في الدقيقة 20 عن طريق تسديدة من آدم شكير مرت محاذية العرضية الأفقية. وواصل المنتخب الجزائري اعتماده على المرتدات، وحاول استغلال الكرة الثابتة التي كانت أخطرها تسديدة قوية في الدقيقة 25، لكنها وجدت بالغوزيل في المكان المناسب. وأثمر ضغط ومحاولة عناصر الوطنية هدفا في الدقيقة 28 عن طريق رأسية من زكريا وزان بعد مجهود كبير من أيمن النير الذي قدم الكرة على طبق من ذهب لزميله. وكاد المنتخب الجزائري أن يدرك التعادل في الدقيقة 35 لولا تألق الحارس المغربي الذي تصدى انفراد على زياد، ليتواصل الضغط الهجومي الجزائري وسط استماتة كبيرة من الدفاع المغربي ونهج أسلوب الهجمة المرتدة. وانطلق الشوط الثاني بمحاولات محتشمة من المنتخبين من العديد من الكرات الضائعة والأخطاء المرتكبة من الطرفين دون أي جديد على مستوى النتيجة. واستيقظ المنتخب المغربي هجوميا على واقع هدف ثاني عن طريق زكريا وزان في الدقيقة 57 مستغلا أخطاء دفاعية كبيرة من الجانب الجزائري. في المقابل لم يغير المنتخب الجزائري من نهجه وظل معتمدا على الهجمات المرتدة وكذا الكرات الثابتة التي ظلت بدون خطورة على مرمى المنتخب المغربي. وضغط المنتخب الجزائري من أجل تقليص الفارق، ليأتي العقاب من آدم شكر بهدف ثالث في الدقيقة 87 عبر تسديدة لا تسد ولا ترد أنهت المباراة، وتسببت في مغادرة الجماهير الجزائرية قبل دقائق من الصافرة.